جايين عايزين ايه؟ زهقتوني اقسم بالله. عايزين فلوس انا عارف. خدوا فلوس اهي. خدوا فلوس وغروا ب 60,000 دقيقة من هنا. زهقتيني يابا انت واخواتي اقسم بالله. حرام عليك يا اسلام. حرام عليك يا ابني، حرمت عليك عيشتك يا بعيدة. اسلام احنا كل يوم في المشاكل دي يا اسلام، حرام عليك. خلاص انت خالص، انا وامي واخواتي مالكيش دعوة. زهقوني. حاجة يا عم. مش عايزين مني حاجة، خدوا فلوس. انت جاية عايزة فلوس انا عارف يلا انت واخواتي. خدي فلوس وغروا ده من هنا يابا. انا زهقت منكم. حرام عليك اللي انت بتعمله ده يا ضمة، مش واحدة من الشارع. اسكتي ما تتكلميش. مش عايزين فلوس والله العظيم الفلوس دي انضف منك ياما انتوا واخواتي. ان شاء الله عنكم ما خدتوا حاجه. اقول لك ياما اخويا بترد يلا نمشي ياما. انا هشتغل خدام تحت رجلك ياما. اسمعي ياما وافضل شغال لغايه ما اجيب لك. اسكت انت ما تتكلمش كتير ياما. اسمعي ياما ما اشوفش وشك هنا تاني ياما، عشان لو شفت وشك هنا تاني اقسم بالله هتلاقيني ياما بتعامل معامله بصي لا تتخيلي. احنا مش هنجيلك اصلا. انت ما تتكلمش عشان ما اكسرلكش وشك. معلش يا ابني بس اسكت بقى، اسكت خلاص. ياما بعد خلاص يا اذنك. اسلام، كفايه فضايح يا اسلام الجيران. لا اسكتي انت بدل ما اديك على وشك اقسم بالله. يلا ياما يلا ياما. سامعاك يا ابني. ربنا يسامحني ما يسامحنيش مالكيش دعوه انت. انا مش سامعاك يا اسلام. ما تسامحنيش. شوف انت رايحه استنى فين. بس يا ماما، انت رايحه فين؟ اسكتي انت بلا استني يا ماما. اسلام انا لسه حرام عارف. عليك. يلا يا ماما شوف انت رايحه فين. عايزين منك حاجه امشي. يلا غرف ده. مش سامعاك يا ابني. يلا يا ست شوف انت رايحه فين انت واخواتي. زهقتوني ليه اقسم كده؟ بالله. ليه اللي انت بتعمله ده؟ يعني ايه ليه كده يعني؟ انت بقى كل يوم مريض. فلوس، كل يوم جايين عايزين فلوس فلوس فلوس، زهقت. بتودي فين الفلوس اللي انا بتجيب بسهلها؟ علاجها وحاجاتها علاج ان كل يوم بتجيب له فلوس. والتزامات اخواتها. علاج ايه يا ماما اللي بتاخد له كل يوم فلوس؟ بتودي الفلوس فين؟ انا زهقت وقرفت. مش بتدفع ايجار دي شقه أمي دي. وميه ونور وغاز ومصاريف ببعت اخواتها. لها الايجار غير المصاريف اللي بتاخدها. لا يا اسلام انت بقيت فظيع بقول يا لك ايه؟ اسلام. بقول لك ايه ما تعصبنيش بدل ما اديك على وشك. مش انت ما بقتش عيش. انا امي وامي احنا عاملين بدل ما امشيك والله العظيم وراك. والله امشيك دلوقتي. الله يسامحك يما. الله يسامحك يما. موتي وريحينا يا شيخه. ايه ده؟ امي ايه ده وزفت ايه يا اخي؟ والله العظيم دي حاجه تقرف. كل يوم قال ايه؟ جايه عايزه فلوس، كل لما تيجي عايزه فلوس عايزه فلوس عايزه فلوس. انا بعرفهم اول لما بيجوا كلهم كده على الباب. لا دي ما تجيليش البيت هنا تاني. يا رب خدها وريحني بقى يا رب يا رب. ماشي نفسي اشوفك تجيلي هنا تاني. ايه يا ست الكل بس يا حبيبي ما تعيطش بس. شفت اخويا بيعمل ايه فينا؟ معلش يا حبيبي معلش. ما تزعلش يا عمو. معلش يا حبيبي. بعد ما ربيتيه افكر في ايه بس يا ابني؟ وخليتيه يكبر وبقى عنده قص وكل حاجة وفي الآخر يعمل كده فينا. بس يا حبيبي بس يا حبيبي بس. اللي كنت عمالة اقول عايزة ولد عشان ينشد بيه ظهري وينسند، ما طلعش سند ليا يا ابني. انا جنبك اهو يا عمو. ما طلعش سند. انا جنبك اهو. بس يا ماما انا جنبك اهو. انزل اشتغل خدام تحت رجلك يا عمو. يا ابني انت صغير لسه تشتغل اشتغل بس ايه؟ انت ياما انا هشتغل يا ابني ده انا فلوس العلاج كلها يا ابني علاج ايه بس اللي هتجيبه؟ انت ما شفتش المصاريف بتاع العلاج قد ايه؟ مالكيش دعوه انت ياما انا ما شفتش يا ابني لما الازمه ان شاء الله. بتجيلي؟ يا ابني لما الازمه بتيجي ليا، انت عارف الازمه لما بتجيلي انا ببقى عامله ازاي؟ ما كنتش يبقى في هنا الحقنه اللي باخدها ببقى مش قادره اخد نفسي. ما تزعليش يا عمو. والله بتروح مني. بس عليك كان انا يوم ما اقول ليا ابن كبير وكبر واتجوز ابص الاقيه كده يعمل كده فيا. انا جنبك اهو يا عمو. ما تزعليش. بص عليك يا اسلام يا ابن مصري تعمل كده في امك؟ ده انت ما سبتش حاجه للغريب. ده مراته اللي هي ما مراته، تزعلش يا عمو. مراته حنينه عنه. هو مش عارفه جابوا 200 القلب دي منين. هو مش ابنك مش خلاص. عارفه جابوا 200 خلاص القلب يا ماما مش منين. ابنك ياما ومش هاخدها من انا مش النهارده. راضيه عنه، مش هيرتاح له في الدنيا ولا في الاخره بسببي. ايوه اللي عمل فيا هدي كده. نفسك بس ياما. هدي نفسك بس ياما. هدي نفسك بس. اه هدي نفسك انت تعبانه ياما مش هتزعلي انت. يا رب. ماما 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 يما ماما 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 يما تعالى بس نشوف ايه
هيعمل ايه؟ معلم عامل ايه؟ حبيبي يا معلم. ان شاء الله النهارده هقابله هجيب له 3 مليون بس. لا انا اتفقت معاه على 3 مليون واكتر من كده براحته. مين اللي جاي ده؟ لا مؤاخذة يا معلم، لحظة اكلمك تاني، في حد بيرن الجرس بس. ماشي يا معلم، هنتقابل بالليل ان شاء الله. ماشي يا معلم، السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه ده مين اللي جاي ده؟ ايوه خلاص. ايوه مين؟ عايز ايه تاني؟ اسلام. نعم. امك ماتت يا اسلام. ايه؟ امك ماتت. تقول ايه؟ امك ماتت يا اسلام، انا مش عارف اعمل ايه. تعالى خطوه. مش عارف اعمل ايه. انت متأكد من الكلام ده؟ اه والله. امي ماتت؟ مش عارف اعمل ايه يا اسلام. ياما انت السبب يا اسلام. يا ماما والنبي يرد عليا يا اما قومي ده وحتى بصيلي. اوعى ياما 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 رد عليا والنبي ياما. سامحيني والنبي ياما. انا بسببك يا اسلام. ياما والنبي رد عليا ياما. امي ماتت. ياما رد عليا ياما. ياما رد عليا ياما. في يا اسلام؟ ماما مالها يا اسلام؟ امي ماتت يا اسراء. يا لهوي. ياما والنبي ياما. خدي فلوسي كلها ورد عليا ياما والنبي ياما. فلوس؟ خدي كل ما املك ياما واصحي ياما. فلوس؟ يا رب. هات الفلوس اهي. كل بقى الفلوس دلوقتي هترد عمرك؟ خد الفلوس دي كده. ياما والنبي خدي فلوسي ياما واصحي ياما. رد عمرك بقى للدنيا تاني. ياما خدي كل ما املك ياما ورد عليا. يا سامحيني ياما. عاجبك اللي انت عملته في امك ده يا اسلام؟ امي ماتت علينا مني يا اسراء. انت اللي ياما والنبي ياما. رد بس عليا وغير مسامحك ياما. والنبي ياما. عمرها ما هتسامحك يا اسلام. والنبي ياما عشان خاطري. انت اللي عملت كده في نفسك. ياما قولي لي مسامحك بس يا ابني والنبي ياما. والنبي ياما قولي لي مسامحك بس يا ابني. انا مش عارفه اقول لك ايه. يا شيخ الله يسامحك على اللي انت عملته. امي ماتت يا اسراء. امي ماتت يا اسراء. امك ماتت ولو غضبانه عليك يا اسلام. امي ماتت يا اسراء. انت السبب. والنبي ياما رد عليا. والنبي سامحني يا شيخ منك لله، ربنا ينتقم منك يا شيخ. خد الفلوس اهي. وريني بقى تعوض امك ازاي. ياما رد عليا والنبي ياما. طب بني ادم مريض. ياما خدي كل ما املك ورد عليا دي واحده قولي لي مسامحك يا ابني. انت اللي عملت في نفسك ايه؟ بتتنكد دلوقتي وزعلان عليا يا اسلام. ياما والنبي يا الله ونعم الوكيل فيك. يا رب والنبي. دلوقتي عرفت ربنا وافتكرته. سامحيني ياما بالله عليك ياما. عمرها ما هتسامح. والنبي سامحيني ياما. امي ياما بالله عليك. بص يا اسلام، والنبي ياما سامحيني. انا في بيت اهلي ولا تجيلي عند اهلي. اسكت يا ابني بقى اسكت. اللي مالوش خلق في امه عمره ما يكون له خلق فيا. ياما. واديك بتتندم دلوقتي اهو. والنبي ياما سامحيني ياما. الفلوس عندك اشبع بيها بقى. حضرتك رجع لك امك. ربنا يا شوف منك لله. اسراء خد امي ماتت يا اسراء. امي ماتت يا رب والنبي يا رب. انت السبب. سامحيني يا عليك. حرام عليك. انت السبب. ايه يا بنتي في ايه؟ جبتيني على ملا وشي وعماله تعيطي. انت اتخانقتي انت وجوزك ولا ايه؟ مامي تسلم توفت يا ماما. ايه؟ يا حول الله يا رب. انا لله وانا اليه راجعون. من ايه يا بنتي؟ هي كانت كويسه اخر مره شفتها؟ هي كانت كويسه بس اسلام السبب. اسلام السبب؟ يا نهار اسود. عمل ايه؟ امه كانت بتيجي تاخد منه فلوس زي ما انت ما عارفه، فلوس الايجار والمصاريف. فهي بقى كانت كل يوم بتيجي تاخد فلوس، فهو قعد يرمي لها الفلوس في وشها، وجاي هي والعيال من على الباب وكرشهم وقال لهم يلا امشوا من هنا. اخص عليك. قال لها عايزه فلوس، خدي الفلوس اهي. قام زعق لها وقام كرشها. يا لهوي. في نفس اليوم بقى اسلام جاله الخبر ان هي توفت. اخص عليك. يعمل كده في امه اللي شالته في بطنها 9 شهور.
وعلمته وكبرته وجوزته وخلته بقى راجل. ما يا ماما يعمل كده فيها؟ ماتت من قهرتها يا بنتي ده انحصرت يا بنتي، ده صعب اي ام تشوف ابنها بيعمل فيها كده ولا بنتها. لا اله الا الله بالطريقه دي يا حول الله. انا مش عارفه ازاي كنت عايشه مع البني ادم ده يا ماما. عايشه ايه؟ لا خلاص يا حبيبتي انت مالكيش عيش معاه تاني، ده ما ينفعش تعيشي على ذمته يا بنتي. ده اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد تاني، فما بالك امه دي حاجه تانيه خالص. قلت له الفلوس الفلوس ايه؟ خد الفلوس ايه؟ رجع امك بقى. عليك الفلوس هترجع لك امك. يا عيني عليكي يا عيني عليكي، ده انا حزنت عليها والله يا بنتي. سبته ومشيت قلت له انا حبيت اهلي بعت لي ورقه طلاق. لا يا بنتي مالكيش عيش معاه تاني، اللي يعمل كده في امه يسبب في ان امه تموت بحسرتها. ده كمان مش ميته بحسرتها بس تلاقيها مش راضيه عنه يا بنتي. يا ماما طبعا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله منك العظيم. لله يسلم ربنا يسامحك الله على اللي يسامحك يا انت شيخ، الله يسامحك. مش هيعرف يا بنتي يرتاح، ده اللي من غير امه حاله يغم. اللي يعمل كده في امه ما يعرفش يعيش مرتاح في الدنيا ولا في الاخره، ربنا بيبقى غضبان عنه يا بنتي. ده طول عمره عايش يندم على اللي حصل وعلى اللي هو عمله. يا حول الله يا رب، ليه كده بس؟ ليه كده؟ مش عارفه اقول لك ايه بس. ودلوقتي زي ما شفتوا يا جماعه دي قصه وحصلت فعلا، وفي ناس بعتوا لنا عليها وقالوا لازما بجد تنزلوا القصه ديت عندكم، عشان يعني حاجه صعبه قوي اما يبقى الابن تكبر، الام تكبر وتربي وتعلم وتضحي من اجل عيالها، وفي الاخر تعيا وتمرض وما يصرفش حتى عليها. ويا ريت كمان في احترام ما بينه وما بين امه، ده ما فيش احترام خالص، وقل من والدته قدام مراته. حتى زوجته اللي هي غريبه عنه، يعتبر غريبه عنه زوجته دي، يعني حنينه على امه غير هو خالص. فيا ريت يا جماعه تقولوا لنا رايكم ايه في القصه دي. والله العظيم يا جماعه القصه دي بجد انا بعملها وبتاثر من جوايا. هو فعلا في كده يا جماعه؟ فعلا في كده؟ تهين امك وتبهدل امك عشان خاطر الفلوس؟ ملعون ابو الفلوس يا اخي، ملعون ابو اي حاجه. اقسم بالله امك ما هتعوضها لو معاك ملايين الدنيا كلها. انا دلوقتي الفلوس معايا ايه؟ عايز ارجع امي ماتت ولا هترجعها لي الفلوس. فلوس ايه وزفت ايه؟ اوعى تفكر ان الفلوس هتعمل لك قيمه بعد وفاه امك، والله ولا كنوز الدنيا كلها، ولا هيبقى ليك اي 60 لازمه على الدنيا بعد وفاه امك. ده لما امك بتموت الملائكه بتقول ماتت التي كنا بنكرمك من اجلها، يعني لا اي اكرميه من بعد وفاه امك. اوعى تيجي على امك في يوم من الايام عشان خاطر حاجه ولا عشان خاطر الفلوس. امك ثم امك ثم امك، ده الجنه تحت اقدام الامهات. يا رب تكون الرساله وصلت يا جماعه، وما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه عشان خاطر توصل لكل الناس وتوصل لكل شخص بيفتري على امه وبيجي على امه مهما كانت الاسباب. السلام عليكم.